السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وفي صحة وعافية. اليوم غادي نحضر معكم شلاضة متنوعة كتجي لذيذة وصحية. تابعوا معايا الفيديو خطوة بخطوة وغادي تلاحظوا بلي الوصفة سهلة والنتيجة مرضية، ونخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة. وكأول خطوة غادي نسلق الروز مع شوية الملح، من بعد نقسموه على 2 كميات. الكميه الاولى غنزيد عليها مايس والثوم يكون مصفي، والزيتون غادي نطحنوه باش كيطلق ديك النكهه ديالو في الروز وكيعطيه واحد المذاق موحد. غنجمع هاد المكونات هادو كاملين بشويه مايونيزا، وغادي نزيد الخل. صافي هيدا كنكونوا حصلنا على الخليط الوليد شلاضه. دابا غندوزو الكميه الثانيه د الروز وغادي نوجدو لها الخلطه ديالها حتى هي. غادي نجيب واحد المقله، غادي نعمل فيها بصله واحده وجوج جعدات. غادي نعمل شويه الزيت ونبقى نحرك شويه نخليهم يتقلاو. نزيد شويه الملاح والابزار ومعلقه كبيره القرفه ونحرك نخليهم يتشحروا مزيان. من بعد نقص العافيه ونغطيه. دابا غادي نزيدو الزبيب وجوج معالق السكر ونحركو شويه ونرجعو نخليوه يطيب على خاطرو حتى كيتجانسو دوك المكونات وترجع الخلطه معسله. ديك الساعه غنكبوا الخلطه اللي وجدنا فوق داك الروز وغادي نبقاو نحركو شويه بشويه. حنا كنحركو داك الروز كيتشرب داك المكونات وفي نفس الوقت كيبقى الروز مفسوخ حبه على حبه بلا ما كيتعجن. وإلا كانت عندكم هاد الشلاضه الضياف زيدوا له شويه د الكركاع، كيجي مزيون كيتواتى بزاف مع القرفه والزبيب، كيعطي واحد المذاق مزيون الصراحه. دابا غندوزو شلاضه اخرى اللي غادي نعملها بالخس. غادي نغسل الخس مزيان وغادي نقطرو من الماء ونقطعو رقيق بهاد الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا، وغادي نوضعو في واحد الاناء. من بعد نزيدو المكون الثاني اللي هو مطيشه، غنقطعها حتى هي من بعد ما غسلناها طبعا. غنقطعها قطع صغيره باش كتماشى لي مع تقطيع هذا الخس، وغادي نختاروا هذا النوع هذا اللي ما كيطلقش الماء. صافي حتى هي ملي كنقطعها كنضيفها على داك الخس. خليكم معايا. دابا غادي نحتاجو نص بصله، غادي نقطعوها رقيقه ونزيدو نطقطقوها وما غادي نكثروش منها بزاف باش ما كتجيش باينه وما كيتبدلش المذاق الافوكا اللي غادي نزيدها دابا من بعد ما قسمناها وقطعناها وحيدنا لها القشره ديالها. هاد القشره غنحتفظوا بها حيت غادي نحتاجها من بعد في التقديم. نقطعوها حتى هي طريفات صغارين وغادي نزيدوها على هاد الشلاضه. وبما ان كميه د الخاص ود مطيشه صغيره غادي نعمل فيها غير واحد افوكا. هذه واخا كنقشرها انا غادي نحتاجها في واحد الصلصه غادي نعملها من بعد. اما الصلصه هذه غادي نعمل فيها شويه د الابزار وجوج معالق زيت زيتون، نص ليمونه غادي نهبط لها هاد السائل ديالها بهاد المعلقه هذه هيدا بهاد الطريقه هذه. نزيدو شويه د الملح وجوج معالق دانون يكون بلا سكر ونخلط مزيان. صافي نكب عليها. من بعد نخلط ديك الشلاضه مع ديك الصلصه باش كيدخل فيها مزيان وكنحصلوا على هذا القوام هذا. من بعد نجيبو ديك القشره اللي احتفظنا بها ونبدا نعمر فيها. وصافي كنكونوا وجدنا هاد الشليضه هذه كتجي مزيونه الصراحه. الا بغيتو زوقوها من فوق بالسانوج كتجي مزيون المنظر ديالها. دابا غنمشيو نوجدوا واحد شلاضه الخضره اللي كتجي مصوطيه في الزيت. كنطيب البطاطا والدجاجه مع بعضيتهم بالقشور ديالهم دقه واحده وفي طنجره واحده باش كنربح الوقت وكتجيني سهله في التقطيع. ملي كيبردوا شويه كنقشر البطاطا وكنقطعها كامله على شكل مكعبات. وخليكم معايا. وبنفس الطريقه غادي نتعاملوا مع الدجاجه حتى هي، غنقشروها ونقطعوها بالحجم اللي بغينا وغنوجدوا راسنا المرحله المواليه اللي كتزيد الخضره لذه على لذه.
غادي نسخن المقله شويه ومن بعد نكب فيها شويه الزيت. بالنسبه للبطاطا غادي نشحرها مع البصله محكوكه وشويه د الربيع، وبالنسبه للجعده غادي نشحرها بالثوم والربيع. هادو من بين الشلايض اللي كيجيو لذاذين وسهلين وكيتكالوا اما سخونين واما باردين، وكيمكن نقدموهم في بوحديتهم او كطبق مرافق، خفافين ومغذيين في نفس الوقت. البطاطا غادي نسمها بشويه ديال الابزار، والجعده غادي نعمل لها الكيمون، غنعمل لهم جوج بهم الملاح، وكل خليط غادي نعطي حقه في التشحيره ديالو باش كتدخل فيهم التوابل والبصله والثوم والربيع. وفي الاخير بعد ما نطفيو عليهم غادي نعصر على الخليط الجعده نص ليمونه، وها هما واجدين. دابا غنحضروا هاد الشلاضه هذه اللي فيها الخس، الفلفل الحمر مقطع صغير، مايس، خيار مقطع رقيق، بصله مقطعه، شويه الزيتون حتى هو مقطع، لوبيه حمراء ومكرونيس، اختاروا النوع اللي بغيتو. غنخلط كلشي وغادي نضيف واحد الصلصه اللي عملتها بالافوكا وزيت الزيتون وعصير الليمون والزعتر. غادي نخلطهم باش ديك الشلاضه كتشرب ديك نكهه الصلصه. صافي، وها هي واجده ساهله، وهانتوما معايا. صافي، دابا كلشي واجد، كلشي نزلتو على الطابله باش ما كننسى حتى حاجه وباش كتجيني الخدمه نقيه ومرتبه. زيت هاد العويدات حتى هما فيهم الزيتون والجبن ومطيشه، وزوقت حتى بشويه د العنب اللي عندي في النبيره زيدتو، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. عملت كل شلاضه في بلاطو خاص باش ملي نجي نعملها في الطبسيل ما ننسى حتى شي مكون، وكنهز من كل طبسيل وانا مرتاحه، ما كنبقاش نحس ديك الساعات بالتعب. دابا غادي نفرش الاساس بالخس وغادي نعمل لك الروز في الوسط، ومن بعد غادي نوزع شلايض كل وحده في الركينه ديالها. وهانتوما معايا. هذه هي الشلاضه ديالي المتواضعه، كنتمنى تعجبكم. قبلوا عليا، انا غير بغيت نشارك معكم فيديو باش نوريكم الطريقه ديالي، حتى انا باقا كنتعلم. وكل سيده كتبدع في الدار ديالها وكتزوق بالطريقه اللي عجباتها، كل مره كتجيها فكره جديده. كنعمل الخيار، كندوروا على ديك الروز وكنزيد ديك الطويسات اللي عمرتهم بافوكا، وكنزيد نزوق بالريمولاتشا، هيدا كيجينا التناسق في الالوان. وديك العويدات حتى هما كنعملهم في الوسط وصافي. وكيكون هذا هو الفيديو اليوم، كنتمنى يعجبكم. ما تنسونيش من الدعم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، وبسلام عليكم.